صباح الخير عليكم وعلى عيونكم يا أحلى متابعين. صباحكم معطر بذكر الله. أهلا بيكم في قناتي، قناة بيتك منور مع سما. الفيديو النهاردة حلو جدا، كله خير وروايح الخير مالية البيت. طبعا ريحة العجين في البيت عمار زي ما بيقولوا، أو ريحة الأكل عامة. بصوا بقى الجمال، بصوا القرص وجمالها. يا سلام يا سلام على أحلى كلام. النهاردة بقى هنعمله مع بعض القرص المحشية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس الأول ما تنسونيش باللايك والاشتراك للي أول مرة بتشوف قناتي، وفضلا وليس أمرا اللي يدخل يشوف حتى دقيقة واحدة من الفيديو ما ينسانيش باللايك. بلاقي مشاهدات وما بلاقيش لايكات. لو اللايكات على قد المشاهدات كان زمان الفيديو اترفع لأكبر عدد من المتابعين، وكان زمان قناتي اتشهرت أكتر من كده. يلا ندخلوا على تفاصيل الفيديو. سموا الله وصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هتجيبي كده طبق وهتحطي فيه 6 كوبايات دقيق. تمام، طبق كده غويط هتحطي فيه 6 كوبايات دقيق. وطبعا يستحسن بعد ما بتعيريهم تمنخليهم عشان يديكي النتيجة المطلوبة. تمام كده. وبعد ما عيرت بقى الدقيق بتاعي هتحطي ذرة الملح وذرة السكر، ودي سنة وكلنا عارفينها. تمام كده خلاص. وبعد كده هتحطي ايه تاني؟ تعالي واقولك هحط ايه. باكو كامل من الخميرة الفورية، وهحط بعديها كمان 2.5 معلقة كبار من البيكنج باودر. خلاص، وهقلب المواد الجافة مع بعض. وايه كمان؟ تعالي اقولك، اوعي تستعجلي بقى وتتوهي مني. هنجيب بقى كوباية نصها سمنة ونصها زيت، هتحطيها على الدقيق وتفضلي تقلبي كويس جدا، او تبسسي الدقيق بالسمنة والزيت كويس جدا. يعني ايه تبسسي؟ يعني تشربي السمنة والزيت لكل ذراية من الدقيق اللي معاكي. خلاص. وبعد بقى ما بقى عامل معاكي زي حبيبات الرمل كده، خلاص وبستثناه، هتيجي بقى لو عندك لبن رايب يا سلام، احلى حاجة تعجني بيها. ما عندكيش لبن حليب عادي، وتبدأي بقى تنزلي بحوالي كوبايتين كده من اللبن الرايب على ال6 كوبايات دقيق. وبعدين حسيت انه محتاج تاني، في نفس اللبانة اللي كان مكانها لبن رايب حطيت شوية مية دافيين كده، حاجة بسيطة، وكملت عجين بيهم. طبعا ما تستعجليش وتحطي السوائل كتير في الاول، لان في دقيق ما بيحتاجش سوائل كتير وفي دقيق بيحتاج. وهتقعدي بقى تعجيني كويس جدا. خطوة العجين دي مهمة قوي، لحد العجين ما يسيب ايديكي ويكون بيلزق كده حاجة بسيطة. ما يكونش معاكي العجينة تحت ايدك كده يابسة وناشفة، لا لازم تكون طرية شوية عشان تديكي النتيجة المطلوبة، وتلاقي القرص بتاعتك طرية وهشة كده واسفنجية من جوه. خلاص كده هفضل اعجن مدة حوالي 10 دقايق، يمكن 15 دقيقة كمان، لحد ما اتأكد بقى ان العجينة تحت ايدي كده ما شاء الله طرية وحلوة. وهتشوفي بقى ايه النتيجة معايا في الاخر. وزي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه. يعني القرص الناجحة هتبان من عجينتها، وملمس العجينة في ايديكي شكله ايه. خلصت بقى وعجنت كويس. هاجي بقى إيه اغطيها كده بفوطة نظيفة. وانا كنت اصلا مدفيه الفرن حاجه بسيطه، ودخلت البوله دي كده في الفرن عشان يخمر بسرعه. احنا في الشتاء وبتاخد وقت كبير عشان تخمر، فانا كنت مدفيه الفرن حاجه بسيطه ودخلتها كده في الفرن. ما خدتش معايا ساعه زمن. وبعد ما خمرت بقى وعليت معايا بالشكل ده، قمت جايه بقى مطلعه الهوا كده منها، وبجرب بقى كده لقيتها ما شاء الله حلوه جدا. اللهم بارك اللهم بارك. خلاص كده هقعد بقى جوه. دخلت بقى الحاجة كده قدام التلفزيون على الترابيزة، بحب بقى كده اشتغل على روقان. وجبت بقى طبعا المفرش السيليكون بقى بتاع العجين ده، وهبدأ بقى اقرص العجينة بتاعتي زي ما هتشوفوا كده ايه في الاخر. وطبعا كنت دهنة المفرش السيليكون شوية زيت كده، حاجة بسيطة مش كتير يعني. تمام اهوت. وبعد بقى ما اخلص الكمية كلها هجيب بقى الحشوات اللي عندي في التلاجة. انا عملت الجريمة دي امتى؟ عملتها الساعة 12:30 بالليل. تصوروا يعني، طقت كده في دماغي، قلت لازم اقوم اعجن كده واعمل قرصتين بينفعوا في الفطار، بينفعوا كده وولادي رايحين المدرسة بديهم منهم مع كوبايتين شاي او كوبايتين لبن او نسكافيه. يا سلام، بيبقوا صراحة طعمهم زي العسل. بصراحة دول مفروض ما يخلصوش من البيت.
هو الشتا مش عايز غير كده، عايز ايه؟ قرصتين سخنين، فطيرتين سخنين، عايز كده حاجات من دي، حلويات، بسبوسة، كيكة، حاجات من الحاجات الحلوة الجميلة ديت اللي لازم تسخني وتولعي فيها الفرن، يقوم بقى يدفي البيت كله. يا سلام بقى، ولما الحاجة الجميلة دي تتعمل مع كوباية شاي أو كوباية لبن بتبقى ما أجملها بصراحة. هو الشتا عايز كده، رخر بنطلع من الشتا يا لهوي. يلا لازم نعمل رجيم قبل الصيف ما يهل علينا. الحمد لله. بصوا بقى، بعد ما قرصتهم وسبتهم يخمروا شوية كمان، يعني عايزة اقولك بيخمروا اكتر من مرة. تمام كده، وجبت الصواني ودهنت الصواني زيت، كانوا ولادي بقى بيساعدوني. بقيت زي ما بتشوفوا كده بفتح بقى العجينة بالشكل ده من النص كده، واحط اي حشوة انا عايزاها، جبنة بيضة، جبنة تركي، بيه في زيتون، المتاح عندك في تلاجتك اعملي بيه. في ناس بتحط عجوة، في كمان عايزة تحطي نوتيلا، بس ده بعد بقى ما تستوي. لو عندك كده سرنجة بتسحبي كده من برطمان النوتيلا وتحطي فيها السرنجة كده، تنزل شوكولاتة من جواها، بتبقى جميلة جدا. العجينة دي تقدروا تعملوا بيها الكرواسون، تقدروا تعملوا بيها البيتزا، تقدري تعملي بيها كمان العيش باللحمة. هي بصراحة عجينة متعددة الاستخدامات. اعمليها بس بنفس الطريقة، وخدي بالك من طريقة التسوية في الفرن بتاعك. كل واحدة عارفة ازاي بتسوي حاجتها في الفرن بتاعها ودرجة حرارته بيبقى شكله ايه، وبتبقى عارفة تظبطه. يعني الموضوع مش صعب خالص، تقدري تعمليه في اي وقت مادام عندك حاجته، عندك خميره، عندك بودر، عندك دقيق، عندك لبن. حتى لو لبن عادي تقدري تروبيه بنقطتين خل. الموضوع سهل مش صعب. بصراحه انا كنت بستصعب المعجنات، بس لما ايدي مشيت فيها ما شاء الله حبيتها جدا، وبقيت اعملها باستمرار ودايما. حاولي تعملي التجربة الجميلة ديت. وفي الشتاء كل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة في الشتاء، مع كوباية شاي، كوباية نسكافيه، كوباية لبن، ما شاء الله هتفطري وتتعشي انتي وولادك، واللي رايح مدرسته هياخد، واللي جاء بعد كده بعد بين الوجبات هياكل بألف هنا وشفا على قلوبهم. ربنا يخليكي لبيتك ولولادك وتعملي لهم أحلى حاجة من إيدك الجميلة، وبألف هنا وشفا على قلوبهم وقلوبنا جميعا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكون طريقتي النهارده عجبتكم. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك للي اول مره بتشوف قناتي. فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه، واوعي تستخسري فيا اللايك عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد من المتابعين. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديوهات الفترة الجاية كلها حلوة هتعجبكم ومحفزة كده وفيها افكار كتير. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على اول شعبان، تنعاد عليكم الايام بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.